فرطناها. ليك ديث عواهر الصهيون، هات نسمع هات. فرطناها. فرطناها. شكله حلو والله. فرطناها. الصبر حدود وانا النفس صبري. انت مجهز الجنود وانا ارصم لوحدي، كلامي ما بعود بتستحمل ضربي، لكمات على الخدود رصاص لتحدي الثغر. طيب يا شباب، انا فكرت في اول الدس لما بحكي فرطناها كنت بفكر بتمسخر، طلع معجب بالاسم الغبي، وللامانه هو شكله شغل تعبانين عليه مش متعوب عليه. طيب يا بلاك ديث، ما دامك مسمي حالك رابر وكفو وتبع اعتزال وتحديات وهيك مسمي حالك انك منزل دس، والله انا فكرت سكت. طيب عموما لما بدك تدس حد ما تدسوش بإشي مش إلك، يعني الافكتات اللي انت مستعملها في الدس تبعك هدول بيرجعوا إلنا احنا اللي عاملينهم بصواتنا يا غبي. اما الآن سنترككم مع الرابر أم كلثوم.